موضوعه ضعف أداء وتمثيلية مكاتب شركة الخطوط الملكية المغربية بالخارج. الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الأصالة والمعاصرة لتقديم السؤال. تفضل سيد المستشار. شكرا سيد الرئيس، سادة الوزراء، إخواني المستشارين. لقد تنامت في الآونة الأخيرة شكاوى المسافرين من جراء التعامل غير اللائق لمكاتب شركة الخطوط الملكية المغربية بالخارج، وهو الأمر الذي أدى إلى موجة من الاحتقان والامتعاض في نفوس المهاجرين وسائر المسافرين المغاربة، خاصة وأن هذه الشركة الوطنية تعاني من أزمة مالية خانقة تستوجب تضافر الجهود من أجل تحسين خدماتها كتكميم للأزمة الخانقة عالميا وحتى على الخطوط الملكية المغربية. وأعطيت مئات الملايين الأورو، أي مئات الملايين الدرهم، مرتين، من طرف منها كأداءات وطرف منها نوع من أنواع المنح لإنقاذ ما يمكن إنقاذه للشركة المغربية طبقا للمنافسة الشرسة من طرف الخطوط لو كوست، أي الخطوط بالأثمنة الجد منخفضة، وبالتالي هي التي أنقذت اقتصاد البلاد عامة والسياحة بوجه الخصوص. أما بكامل الأسف المغاربة داخل المغرب والمغاربة بشبه إجماع يشتكون من الخدمات وخاصة الأثمنة الجد الباهظة للخطوط الملكية المغربية. ثانيا، ماذا أعددتم لبرمجة الخطوط الداخلية من أجل الرحلات الداخلية وصنع المدارات السياحية، أي لي سيركوي، أي لي باكيج، لكي لا نحرم المغاربة من الأثمنة الجد معقولة والجودة المنافسة؟ أي المغاربة بشبه الإجماع تيتشكاو تيقولوا علاش الأجانب تيستافدوا بأثمنة جد منخفضة وماشي المغاربة، كما هو معمول به من طرف الوكالات، وكلاء السفر العالمية، أي الأثمنة الجد منخفضة، كما جاء مرتين على جواب سيد الوزير السياحة اليوم عن لسان المهنيين بأن الخطوط الملكية المغربية هي من المشاكل الأساسية والأولية اللي تتنقص من اقتصاد البلاد. وبهذا نسأل من الله ومن الحكومة حسن المعاملة بين الوزير السياحة والمدير الجديد للمكتب الوطني للسياحة المغربي، وخاصة جاء من الخطوط الملكية المغربية إلى السياحة، فربما هذه خطة مدروسة من طرف الحكومة لإنقاذ السياحة من جهة والاقتصاد المغربي بالخصوص. فالسؤال بكل صراحة، فهل تعيين المدير الجديد للمكتب الوطني للسياحة لأجل ما ذكر؟ أي ربما غادي يكون واحد تنسيق ما بين السياحة وما بين النقل، لأن جل المغاربة أو جل المواطنين وخاصة المهنيين داخل المغرب وخارج المغرب كلهم تيشكيو من هذه المشاكل يعني ديال الخطوط الملكية، وبالتالي لا من السفرات أو الرحلات العالمية ولو حتى من الرحلات الداخلية. يعني دائما تناديو أكادير مراكش فاس، أكادير كاسا فاس، يعني وبعض المدن الأخرى. في هذا النطاق آخر سؤال لكم سيد الوزير. شكرا سيد المستشار. الله يخليك، غير بعد دقيقة. يعني فمكاتب هذه الشركة بالخارج لا تساهم لا من قريب ولا من بعيد في الرفع من أداء هذه الشركة أو حتى تحسين صورتها لدى زبنائها بالخارج. لذلك نسألكم سيد الوزير عن الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لتحسين أداء وفعالية مكاتب شركة الخطوط. انتهى الوقت سيدي. تفضل السيد الوزير. وكذاك 3 دقائق راه معطيه لطرح السؤال، انا حتى كنوقفكم عاد كتقولوا باقي ما حطيت السؤال. تفضل السيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد الوزير، السادة المستشارين، أشكر المستشار المحترم على طرح السؤال، ولكن أين نوضح في سؤالكم جمعتم بين السياحة والمكتب الوطني للسياحة والنقل الداخلي والوكالات بالخارج، فأنا السؤال اللي عندي على الوكالات بالخارج، ولكن ما كاين باس، أنا الجواب غنخليه ونعاود. أولا كنظن السيد المدير العام، الرئيس المدير العام في الهرم ما كيديرش اللي بغا، وما كنعتقدش أنه اليوم بعد الدستور الجديد والمنهج اللي ماشيه فيه بلادنا أنه لا أي مسؤول كيدير اللي بغا في البلاد. كنعاود نقولها، كان رئيس الحكومة أو وزير أو مدير العام ولا حتى برلماني اللي عطيه الدستور صلاحية المراقبة والتشريع كيمكن له يدير اللي بغا في البلاد، حيت البلاد الحمد لله ما فيهاش السيبة، من بلاد عندها واحد الاختيار،
فيها مؤسسات، فيها قوانين، فيها تشريعات يلتزم بها الجميع من أي موقع كان، يعني باش هذه القضية نتمنى. الأمر الثاني وهو أن التعيين ديال المدير الجديد ديال l'OMP رب قدر أو صدفة فيها خير، لعله يأتي من واحد الفضاء ديال النقل الجوي إلى فضاء ديال السياحة. وانتم عارفين السيد المستشار الربط ما بين النقل بصفة عامة وما بين والنقل الجوي بالخصوص معا، لعلها تكون فيها إن شاء الله خير. كيفهم الظروف ديال لارام والدور ديالها، واعتبر انه كان كيقوم بواحد الدور تنفيذي وايضا تجاري بالنسبه للارام، والان مشى للسياحه ان شاء الله نتمنى انه يكون خير. هل هذا كان مخطط له ام جاء؟ ولكن المهم هي النتيجه انه باش يمكن يكون واحد الربط. الامر الاخر ان لارام ماشي هي السبب ديال اشكالات السياحه. الى قال هذا السيد الوزير كنعتقد ربما لم يفهم، لانه اليوم عندنا الاجواء ديالنا مفتوحه ولا تمنع أي شركة أن تأتي. والدليل اليوم عندنا 41 شركة دولية تأتي إلى المغرب، منها 48 شركة ديال لوكوست اللي كتجي للبلاد. يعني باش نكونوا واضحين أصبحنا نصير إلى كل، ونقول لك الآن عندي طلبات متعددة من بريطانيا من ألمانيا من غيرها اللي باغيين يجيو للمغرب، وحنا خدامين كنشتغلوا على هادشي. تعلمون أيضا أننا عندنا مخطط ديال تطوير المطارات في كافة ربوع الوطن إلى 2016، وكنوجدوا مخطط ديال 2030 باش يمكن الجميع. تعلمون ايضا اننا بدينا كنطوروا النقل الداخلي. في علمكم السيد المستشار اننا تكلمنا مع الجنوب، الان الحمد لله حلينا المشكل ديالو ومازال الخير الامان، والان كنشتغلوا على ورزازات زاكوره والرشيديه، كنشتغلوا ما نبقاوش نديروا فقط الدار البيضاء منها ينطلقوا الناس. الان الدراسه قائمه باش حتى من طنجه يمكن يمشي للجنوب، من اكادير يمكن يمشي للشرق، من الشرق يمكن يمشي حنا خدامين كنشتغلوا على هادشي يمكن نطوروا. فيما يتعلق بالوكالات، انتم عارفين ان كاين برنامج ما بين لارام وبين الدوله اللي كيقول له كل ما هو مربح نتخلاو عليه الا الدوله تدخلات وساندت لارام، وبالتالي حيدنا الوكالات اللي ما عندها معنى. وانتم عارفين كيمكن لك تمشي لاي وكاله، ماشي ضروري تمشي عند لارام باش تاخذ بيد لارام، انتم عارفين ماشي ضروري تمشي عند اير فرانس، لا ماشي ضروري. واكثر من ذلك يمكن لي نقول لك الان الصيف ديال 2013 كنبشركم انه تزادت ما يقارب 249 رحله على ما كان في 2012 ديال لارام، بحيث وصلنا ل 1329 رحله ديال لارام. شكرا. يعني ديال لارام في 2013. شكرا. بمعنى ان الخير امام ان شاء الله. وكنقول لكم الان النسبه ديال الرواج ديال النقل الجوي تزاد 7% الان في هذه الخمس شهور. شكرا سيد الوزير. هذا فيه خير الحمد لله. الكلمه لكم السيد المستشار في اطار التعقيب. سيد الوزير تشكركم كذلك على الأجوبة ديالكم سيد الوزير، ولكن غادي تكونوا متفقين معايا أن رغم كل ما بدلته حتى الآن الشركة ديالنا بقى ما لحقتش التطلعات والانتظارات ديال المغاربة، وبالخصوص الناس اللي تيحبوا بلادهم وتيبغوا يسافروا مع رويال الماروك، ولكن ملي تعطاهم مناسبه وتيمشوا مع شركه اخرى تيشوفوا الفرق شاسع. مهم كل واحد تيقبل على خروب بلاده، حنا قابلين على خروب بلادنا، ولكن تيبقى في ناس سيد الوزير ان تفسر معايا، تنعرفك تبارك الله، تعرف الذكاء ديالك والمعلومات ديالك، كيف هاد الشركه اللي ما استطاعتش تفعل الاتفاقيه اللي دوزت مع البنك الشعبي واللي هي المنتوج ديالها تيسمح ل 40,000 ديال المغاربه المشاركين في القرض في البنك الشعبي باش تكون عندهم تخفيضات في التسعيره، باش يكون عندهم التسهيلات في التنقيل، باش يكون عندهم كذلك تسهيلات في الوزن. ما دارت شي 3 ايام على الاتفاقيه قالت لهم 40,000 كلها تكلات ومشات قضات. هذا ما عند هاد الناس فين غادي يمشيو؟ جاو الحزب ديال الاصاله والمعاصره باش تقولوا حنا ما غاديش نمشيو باش نراقبوا على السيد المدير ديال، حنا تنقولوا لك الان انت السيد الوزير وانت منتخب بحالنا وغادي تصور راسك بانه 40,000 ديال المغاربه راه يمكن اون تيتي كونسومي اون 24 ولا 3 جوع. شكرا السيد المستشار. انا سيدي الكلمه لكم السيد الوزير. السيد المستشار، بطبيعه الحال كنا عندنا غيره على لارام، وهذا الشيء علاش الدوله دارت هذه الاتفاقيه ديال عقد برنامج مع لارام، وحنا حريصين باش ما يوقعش في النقل الجوي ما وقع في النقل البحري.
انتم تعرفون كان عندنا واحد البيجو في النقل البحري لا ظروف، ما كندخلش في التفاصيل، ما كنتكلمش على الماضي، ما طبيعتي راكم كتعرفوها، كنتكلم على المستقبل. الماضي نستافدوا منه الدروس باش ما نوقعوش في نفس الاخطاء او نستافدوا من الايجابيات. اليوم العرب كينعقد برنامج، ويمكن لي نقول لك النتائج ديال 2012 وان شاء الله النتائج ديال 2013 ان استطعنا نخرجوا من الاضطرابات، لانه على الاقل اليوم ولينا كنديروا نتيجه صافيه اللي هي محترمه، وراه جينا للبرلمان وقدمناها وشرحناها للاخوه لان استدعتنا اللجنه ديال الماليه. اكثر من هذا الشيء هو انه عدد الرحلات زدنا فيها. انا عطيتكم كانت عندنا 507 ديال الرحلات، اليوم يمكن لي نقول لك عندنا 575 رحله اسبوعيه ديال العرب، بمعنى زدنا تبارك الله نسبه ديال حوالي 13.4%. اكثر من هذا الشيء وهو انه دابا الان عندنا 1329 رحله اسبوعيه اللي الحمد لله في هذا الصيف، شي حاجه اللي هي 40,000. انت عارف هذا واحد نوع من لا بروموسيون اللي درناها مع الجاليه، طبيعي غتقاضى لان عندنا 4 مليون 5 مليون ديال المغاربه في الخارج. 40,000 ما كافياش، انا كنقول ما كافياش، ولكن راه حنا كندرسوا عاوتاني خصنا نديروا لا بروموسيون، عاوتاني نشوفوا التوازنات الماليه ديال شركات الارام. اضفنا الى ذلك فتحنا المجال لو كوست يمشيو لجميع المطارات في المغرب، يعني بطبيعه الحال الا المطارات اللي غتكون ممتلئه لان فيها اشكالات ولكن كتمشي، بمعنى ما كاينش شي شركه جات وراه السيد المستشار يعني كيعرف السي البار هذا الشيء وانتم كتعرفوا بان الحمد لله الاجواء مفتوحه.